لك حاجه برضو بمناسبه كاس العرب، كان ياسين مرعي كان احدى اختيارات حلمي طولان. حسام حسن عايزه بعد تألقه من ضمن الناس اللي هيكون معاه في المعسكر اللي جاي بالظبط بتاع جيبوتي، ودي ما حدش يعرفها. فطبعا ما فيش مشكله، كابتن حلمي طولان ما عندوش مشكله طالما هو المنتخب، مفيش حاجه اسمها منتخب اول وثاني، عادي جدا وما فيش اي مشاكل. كابتن حلمي النني مش هيلعب معاه غالبا، الاصابه اللي حصلت له في الجزيره. وعمر مرموش بقى ده الجديد اللي هو اعتذر عن الانضمام لمنتخب مصر في الفتره دي، لان هو جوارديولا بيعمل معاه برنامج علاجي تدريبي تأهيل فهو مش في بعد اصابته مع المنتخب طبعا. بالظبط في التوقف الدولي هو عمر مرموش مش هيبقى موجود. دي من ضمن برضو الحاجات. طيب ده اعتذار. عايز اقول بقى اللي بالنسبه اللي عايز تتكلم عن الانتخابات، لا قبل الانتخابات خلينا برضه في المنتخب. احنا عندنا كده المنتخبين هيبقوا في المغرب. بالظبط، عندنا المنتخب الاول والثاني في المغرب في نفس الوقت. المنتخب الثاني عنده مباريتين مع المغرب والبحرين، والمنتخب الاول مباراته الرسميه مع جيبوتي. ان شاء الله نعلن التاهل لكاس العالم من هناك. نعود هنا عندنا مباراه بعدها ب4 ايام امام غينيا هنا في استاد القاهره. وانا كنت باكد على ضروره التواجد الجماهيري، وان يبقى في برنامج احتفالي كبير بالمنتخب ده بمناسبه صعوده لكاس العالم. هل تعتقد ان وزاره الشباب والرياضه مع اتحاد الكره مع جهات منظمه ممكن تكون بتفكر بالطريقه دي؟ ممكن مباراه غينيا تبقى مباراه احتفاليه بالمنتخب اساسا. بس انا اللي يهمني كمان غير اللي هي بتفكر بالطريقه دي وهي مباراه احتفاليه، انا يهمني زي ما قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، وقال انا مش لا كل المباريات انا هفوز بيها عشان التصنيف بتاعي. ايوه، لان ده بيفرق معاك في المونديال. خلي بالك انت الفيفا دلوقتي انت تصنيفك مثلا 70. انت لو كسبت الماتشين اللي جايين في تصفيات المونديال فانت تصنيفك بيطلع مثلا درجتين 3 4 لا ده 10 و11 مركز حسب النتائج اللي حواليك. حسب النتائج اللي حواليك. فانت بالتالي انت بتساهم اللي انت بتسهلها على نفسك. انت تصنيفك بيعلى في الفيفا، دي نمره واحد. نمره اتنين بيبقى انت لما تيجي يعمل قرعه مش هيحطك في التصنيف الثالث او الرابع او بيبقى في الثاني. فالفرق اللي انت بتقابلها ما بتبقاش بنفس القوه بتاعه التصنيف طبعا.